ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنكمل يونت 1 بارت 2. بيتكلم عن ايه بقى يونت 1 بارت 2 ده؟ بيتكلم عن الباس سمبل والباس كونتينوس. بس لما نجيله الباس سمبل يعني ايه؟ يعني الماضي البسيط، يعني فعل حصل في الماضي وانتهى، فعل كان ليه وقت معين او زمن معين وخلص، عدى عليه وقت خلاص. زي ايه؟ لما انا اقول مثلا I played football. انا لعبت كورة. هو انا لعبت كورة ما قلتش امتى، ممكن امبارح، ممكن اول، ممكن من اسبوع، ممكن من شهر، ممكن من سنة، ممكن من سنين، محددتش. يبقى معنى كده ان الماضي البسيط فعل حصل في الماضي وانتهى. الفورم بتاعه بيكون ايه بقى؟ التكوين بتاعه بيكون subject the second form of the verb. بيكون مضاف لي دي اي دي اي اي دي. تعالوا نجيب كده التقييم من الاول. قلنا السبجكت قلناه في الفيديو اللي فات، ممكن يكون اي، ممكن يو، ممكن اسم علم مثلا احمد، ممكن اسم بنت عادي هبة. يبقى السبجكت اسم علم او ضمير. the second form of the verb قلنا ده التصريف التاني للفعل، ودي or ed or ied بإضافة دي أو ed أو ied. اتكلمنا المرة اللي فاتت مثلا عن الفعل do did done. قلت إن الفعل do ده التصريف الأول للفعل، the first form. يعني ايه؟ ممكن يكون مضارع بسيط، ممكن بيجي مع will والمصدر، أي صيغة فيها مصدر التصريف الأول للفعل. طب did موضوعنا النهاردة التصريف التاني للفعل. طب done قلنا المرة اللي فاتت أي زمن تام أو أي زمن مبني للمجهول. كده الفورم بتاع الماضي البسيط. تعالوا كده نقول for example مثلا I drank coffee. I watched TV. كل ده أفعال حصلت في الماضي، كل ده أفعال عدى عليها وقت وخلصت وانتهت، يعني ما عادتش موجودة دلوقتي. طب تعالوا كده نشوف النيجاتيف من الزمن. subject didn't plus المصدر. احنا اتكلمنا بقى عن السبجكت وان هو الفاعل فوق، و didn't دي علامة النفي جاية تشيل النفي في الزمن، بيجي معاها المصدر بمجرد دخول do or did or does يجي دايما معاهم المصدر. هننفي مثلا المثال اللي فوق for example I didn't drink coffee. تعالوا نشوف yes ولا question. بنقدم الفعل المساعد على الفاعل، هيبقى did بعد كده السبجكت بعد كده المصدر. يعني انا لو هعمل question mark على الجملة اللي فوق already هقدم الفعل المساعد على الفاعل بس مش بالنفي، لا، هيبقى did والاي تنزل you في الكويشن. did you drink coffee؟
هو انت شربت قهوة؟ الإجابة بتاعته يبقى yes or no. بعد كده عندنا question word، ده بيبقى ده WH question، يعني أنا هعمل هنا WH plus did plus subject plus المصدر. لو مثلا اتكلمت عن what هقول what did you drink. انت شربت ايه؟ هيرد عليا يقول I drank coffee. هنتكلم بقى كل اللي احنا اتكلمنا عنه ده كان active، المعلوم. هتكلم دلوقتي عن الباسف، المجهول. ازاي اجيب الباسف من الزمن اللي فوق؟ طالما سمعت كلمة باسف هبدأ بأوبجكت. بعد كده was or were. ليه انا قلت was or were؟ لاني بجيب بيه تشتال نفس زمن الجملة، يعني الزمن هنا ماضي فيها تتحول ل was و were. بعد كده الباست participle، قلنا اي زمن مبني للمجهول تصريف ثالث على طول. هقول for example coffee was drank. ممكن اكمل اقول by me، لو ما كملتش مش هتأثر على الجملة. بعد كده هنتكلم عن استخدامات الماضي البسيط. usage of past simple. اول حاجة معانا حدث تم في الماضي وانتهى. هو حدث تم في الماضي، انا قلت I watched TV، انا اتفرجت، محددتش امتى، لاني لو حددت هتتحول تلقائيا لماضي مستمر. I played football. كل دي احداث حصلت في الماضي. تاني استخدام عندي حالة if التانية. طب مراجعة بسيطة بسرعة كده لحالات if التلاتة. عندنا صفرية بس ما بيعترضنا، عندنا حالة if الأولى بتقوم بكل حاجة. عندنا if present simple والمصدر، دي الأولى. التانية اللي هنتكلم عنها النهاردة if past simple والمصدر. تالت حالة if past perfect would have التصريف التالت. دي حالات اف كلها. لو ما عندكوش في اليونت لازم تكونوا مدركين بيها ولازم تكونوا عارفينها، لاني سألكم عنها في الامتحان التجريبي اللي نزل. هقول مثلا المثال بقى على حالات اف التانية اللي انا اشتغلت عنها. if you studied hard you would succeed. انت لو ذاكرت شوية هتنجح، معنى كده ان هو مش هينجح؟ لا، هو لو ذاكر هينجح، هو لسه معاه وقت بس الوقت اللي معاه قليل،
هينجح بالحظ. طب انا لو قلتها حالة تالتة بقى، لا ده هو مستحيل، لان هو جاب النتيجة ولقى ان نفسه منجحش، فهو بيفرض عكس الواقع. كده خلصنا الاستخدامات في اي حاجة. عندنا بقى ممكن استخدام اضافي، بس ده مش معترف بيه قوي، او ده مش بيعترفوا بيه جدا، اللي هو ظروف التكرار. يعني خلوه كده لبره. ظروف التكرار مع الماضي البسيط. always, usually, after. وفي بقى باقي الظروف كلها. لو انا قلت مثلا مثال I usually play football. بلعب كرة عادة. الظرف بيسبق الفيرب، بيجي بعد الفيرب تو بي. يعني الفيرب تو بي لو جبناها مثلا بتيجي بعدها. كده في اي حاجة في الاستخدامات، يا رب تكون بقت واضحة. بعد كده عندنا used to. يعني ايه used to؟ اعتاد على فعل شيء في الماضي. التكوين بتاعها الفورم subject plus used to plus المصدر. لو قلت مثلا for example هبة used to wake up early. هي اعتادت ان هي تصحى، بس هي دلوقتي ما عادش بتصحى. ده كله كان في الماضي. طب النفي بقى من used to النيجاتيف. الفورم بتاعها subject plus didn't plus used to والمصدر. هقول مثلا for example آية didn't use to wake up early. معنى كده ان هي ما كانتش بتصحى، بس دلوقتي هي بقت بتصحى بدري. دلوقتي هي اتغيرت، بقى عندها مذاكرة وبقت بتصحى عشان تشوف اللي وراها. بقى دلوقتي عن no longer. احنا اتكلمنا عن used to. برضه no longer في التعبير عن عادة في الماضي لم تعد موجودة الآن. التكوين بتاعها ايه؟ الفورم لها اتنين. اول حاجة لو البرونون I you we they plural معنى اصح جمع، بيبقى no longer والمصدر. طب لو he و she و it او singular مفرد بتبقى no longer plus VCS. يعني ايه VCS؟ يعني فعل مضاف إليه S or ES or IES، من الآخر present simple.
طب تعالوا كده نشوف مثال. for example أحمد no longer studies his lesson. احمد بقى خلاص ما عادش بيذاكر. كان الاول بيذاكر بس هو دلوقتي ما عادش بيذاكر، معنى كده ان هو اعتدى على فعل حاجه في الماضي دلوقتي ما بقتش موجوده. عندنا ال keywords of past simple، الكلمات الدالة على الزمن ده. yesterday in the past last ago. كده الماضي البسيط خلص. هنتكلم دلوقتي عن الماضي المستمر. past الفورم بتاعه ايه؟ subject plus was or were plus verb plus ing. طب تعالوا كده نشوف مثال. احنا اتكلمنا عن كل حاجة فيهم ما عدا دي، علامة الماضي المستمر. I was eating at 2 o'clock yesterday. بدون اي حاجة عند تحديد وقت بالساعة يكون الزمن تلقائيا ماضي مستمر او مضارع مستمر على حسب زمن الجملة. هنا كانت yesterday فعلى طول ماضي مستمر، لو هنا today على طول مضارع مستمر. تعالوا نشوف النيجاتيف من الزمن. subject plus wasn't or weren't plus verb plus ing. هقول مثلا for example I wasn't playing at 9 o'clock yesterday. انا ما كنتش بلعب امبارح الساعة 9 بالليل. طب yes or no question، بقدم الفعل المساعد على الفاعل. هنا لو هنزل الصيغة دي هقول where you playing at 9 o'clock yesterday. هو انت كنت بتلعب امبارح الساعة 9؟ طب ال WH question هقول when were you playing football مثلا، او when were you playing. اسيبها مفتوحة، يقول I playing at 9 o'clock yesterday. تمام. نتكلم دلوقتي عن الاستخدامات. الماضي مستمر. اول حاجة حدث كان مستمر في الماضي. هقول I was eating
أو I was driving. at 2 o'clock yesterday. ما هي السواقة مش تخلص من لحظة عشان اخليه فعل ماضي. هو ايوه yesterday، بس انا معايا هنا تحديد وقت بالساعة. حتى لو محددش وقت بالساعة هاخدها was driving علشان السواقة مش لحظة لحظة خلصت، بتاخد وقت وبتستمر في فترة معينة. قال عندنا بقى لو الحدثان مستمران في وقت واحد، الزمنين بيكونوا ماضي مستمر. هقول مثلا معايا ادوات ربط while as just as، هيبقى بعدهم على طول past continuous الماضي المستمر. جملة الحدث الثاني ماضي مستمر، لان الاتنين مستمرين في وقت واحد. هقول while I was watching TV my brother was reading a book. طب عندنا كمان لو حدث كان مستمر في الماضي وقطع حدث آخر. جملة الحدث الأول دايما ماضي مستمر. جملة الحدث الثاني past simple. هقول for example while I was watching TV my phone rang. الفون مش هيفضل يرن اكتر من دقيقة، وده كده مش مستمر. طب لو while بقى مجاش بعدها subject، مجاش بعدها فاعل، الفاعل هنا ملغي، هيجي على طول بعدها الverb plus ing. while watching TV my phone rang. when تساوي while بس ليها شوية زيادات. هجمع كل الحاجات اللي بتيجي ورا when، كل الحاجات هنا علشان تعلموهم خلال الأزمنة كلها بقى، أو خلونا نتكلم على الزمن ده بس وبعد كده نتكلم على باقي الأزمنة. when ماضي مستمر، ماضي مستمر. when يجي بعدها ماضي بسيط، while ما بيجيش. ماضي مستمر when ماضي مستمر، ماضي بسيط، ماضي بسيط، ماضي بسيط، على حسب زمن الجملة واشتغل. كده نكون خلصنا البارت ده بكل حاجة فيه. ممكن يكون لسه في البارت ده on و during بس احنا عارفينهم. عندنا on بيجي بعدها verb plus ing pronoun اسم. during بيجي بعدها noun بس. طب هنفرق ما بينهم ازاي؟ دلالة on في الموقف نفسه، يعني لازم مثلا لو قلت on arriving my home بمجرد وصولي، لكن during home اول ما دخلت البيت. during بيجي بعدها النون على طول. كده انا خلصت البارت ده. لو في اي استفسار او في اي حاجه اكتبولي في الكومنتات وانا هرد عليكم باذن الله.
كل اللي مش معايا في البيج بتاعت الفيس وعايز يدخل يعرفني برضو هسيبله اللينك في الكومنتات. وعرفونا رأيكم والفيدباك بتاعتكم لو في اي حاجة واقفة عليكم او في اي سؤال، وهنبدأ نلم المنهج ان شاء الله. وكده خلصنا يونت 1 كله، هنشتغل في يونت 2 بعد كده. اي حاجة عايزينها هنقولها بإذن الله.